أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بالضبط؟ هل كان يضعها فوق صدره أم على صدره أم فوق السرة أم تحت السرة؟ وما هي السنة في وضع اليدين في الصلاة؟ أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في منطقة معينة، فمن العلماء قالوا أنها توضع على الصدر، ومنهم قالوا أنها توضع فوق السرة وعلى البطن وتحت السرة، لكن الأشهر بفضل الله عز وجل عند العلماء أن اليد توضع على الصدر هكذا. توضع يا جماعة في أسفل الصدر، عند الحتة دي، عند الصدر كده من الأسفل، فتوضع هذه اليد بهذه الوضعية، اليد اليمنى على اليد اليسرى. وده يا جماعة اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده للصلاة؟ هناك 3 حالات لوضع اليدين في الصلاة. الحالة الأولى وهي الوضع أن تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، واليد اليمنى يا جماعة تكون على الكف الأيسر، واليد اليمنى تكون على الكف الأيسر والرزغ والساعد هكذا. الحالة الثانية تسمى الوضع أيضا، تضع اليد اليمنى على الكف اليسرى، لكن تضع باطن الكف اليمنى على الرزغ اللي هو ده يا جماعة بهذه الطريقة، الباطن اهو والرزغ اهو، تضعها بهذه الطريقة، يبقى باطن الكف الأيمن على الرزغ بتاع الكف الأيسر. وهذه طريقة أيضا صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن تقبض بيدك اليمنى على ساعد يدك اليسرى هكذا، ودي يا جماعة تسمى القبض. اهو يا جماعة ايديا اليمين اهي وايديا الشمال اهو، بقبض على الساعد هكذا، دي يا جماعة تسمى القبض اهي، تسمى القبض. بارك الله فيكم. هناك حالات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من البدع، كي تضع يدك هكذا أو تضع يدك هكذا، فكل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيحب النبي يا جماعة يعمل إيه؟ يعمل زيه. يا ريت نشارك الفيديو ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. فكل واحد يشوف الفيديو يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.